السلام عليكم يا شباب، يا رب دايما تكونوا بخير ونجاح وصحة وسعادة. أنا محمد طلعت. النهاردة حابب أكلمكم في إزاي تعرف تعمل إعلان ممول على الفيسبوك والإنستجرام بشكل احترافي. مش هكلمك زي اللي بيكلمك على اليوتيوب والفيديوهات اللي هتشوفها على اليوتيوب، خش اعمل الاستهداف، خش اختار المكان، خش مش عارف اعمل ايه، وكلام كله اونطه، وكل الكلام دوت مش هتقدر تحقق منه نجاح واي حد يعرف يعمله. انا هحاول النهارده ادمج لك بين التسويق وادمج لك بين الاعلان الممول عشان تقدر تعمل اعلان ممول احترافي تتميز بيه عن اي حد في السوق وتوصل لعميلك المستهدف. في البدايه يا جماعه في مراحل انا بشتغل عليها. قبل ما اقول انا هخش اعمل اعلان ممول على الفيسبوك، لازم الاول اكون دارس العميل بتاعي واكون عامل ربط بين العميل والمنتج. طب تعالى نشوف هنعملها ازاي على السبوره. اول حاجه ده العميل بتاعي، انا راسمه لكم كده رسمه يعني بسيطه. ده العميل، وده المنتج بتاعي، المنتج او الخدمه زي ما انا عايز. العميل ده اللي داخل فيه الفيسبوك وداخل اعمل اعلان عشان اوصل للعميل ده ودافع مبلغ وقدره. العميل ده هو السبب اللي هيخليني اقدر احقق نجاح. وده المنتج. اول حاجه المنتج او الخدمه في التسويق بنسميهم بنعمل 4 حاجات اسمهم المزيج التسويقي. يبقى قبل ما تخش تعمل اعلان ممول لازم تعرف حاجه اسمها المزيج التسويقي. المنتج بيتكون من ايه؟ 1 المنتج، 2 السعر، 3 المكان، 4 الترويج. يبقى ده اسمه المزيج التسويقي، ال4 دولت، وده العميل اللي هتحرك ال4 دولت على حسب العميل بتاعك. يبقى انا بعمل الخطوه دي وبعمل الاستراتيجيه دي قبل ما اقول انا هروح اعمل اعلان ممول على الفيسبوك، عشان ما اخشش اعمل اعلان ممول وافشل. هنتكلم في الحته التقنيه بس، ده الجزء الاول اللي لازم تعرفه وتدرسه قبل ما تخش تعمل اعلان. ادي ده العميل بتاعنا. عشان استهدف العميل بشكل دقيق، اول حاجه رقم 1 بنشوف الجغرافيا، مكان العميل. ده رقم 1. العميل ده مكانه فين؟ العميل ده هل موجود في منطقة راقية ولا في منطقة شعبية ولا ساكن فين بالظبط؟ يبقى انا الاول حاجة لازم اعرف العميل بتاعي ده موجود فين. انا ببيع ملابس، يبقى العميل بتاعي دوت موجود في منطقة راقية. يبقى انا بستهدف العميل بتاع المستهدف اللي هنزل بيه الاعلان في منطقة راقية. ما ينفعش انا بقى ايه نقوم جايبين ربطنا هنا بالسعر. انا مكان العميل بتاعي هنا مثلا في التجمع، تمام؟ مكان العميل بتاعي في التجمع، ما اجيش انا احط هنا السعر واقوم قايل ايه ده انا هلعب ان المنتج بتاعي يبقى سعره قليل، ان انا اسعر المنتج بتاعي سعره قليل. هقول ايه انا السعر بتاعه قليل، يبقى هروح التجمع الناس كلها اسعارها غاليه فهلاقي طلب كتير. لا طبعا، لما تلاقي الناس هنا بتبص في الاماكن الراقيه بيبصوا للمنتج في الجوده اكتر ما بيبصوا للسعر. اغلبيه الناس اللي هناك بيحبوا ان هم يشوفوا ان المنتج طالما سعر غالي ده بيديله حاجه نفسيه كده بالعظمه، حاجه نفسيه فيها ان هو شاري اعلى منتج او اعلى جوده. يبقى انا هنا العميل، مكان العميل ربطته بالسعر، وربطته ان السعر يبقى غالي والجوده تبقى غاليه. يبقى الجوده ايه؟ عاليه، على اساس مكان العميل. يبقى انا مكان العميل ده في التجمع، يبقى انا المنتج بتاعي المتكون من 4 حاجات. لازم يبقى السعر بتاعي سعر مش رخيص، مش قليل. المنتج بتاعي لازم تكون جودته عاليه. المكان طبعا لازم يكون قريب من المكان اللي العميل بتاعك فيه اللي هو في التجمع. هنا الترويج، العميل بتاعك ده موجود فين؟ هل العميل بتاعك ده من الناس اللي مستخدمه الانستجرام بشكل كتير؟ يبقى اعمل اعلان ممول على الانستجرام. يبقى من الناس اللي بتستخدم الفيسبوك بشكل كتير، يبقى انا هعمل اعلان ممول على الفيسبوك. يبقى انا على اساس مكان العميل حددت المنتج بتاعي ان يكون السعر بتاعه لازم يتناسب مع المكان اللي هو فيه.
اول حاجه وانا بعمل المحتوى بتاعي على الفيس يبقى السعر مش قليل قوي عشان يقدر يحقق نجاح. المنتج لازم يكون جوده عاليه مش جوده قليله ولا جوده متوسطه ولا المكان لازم يكون قريب. بعد كده في حاجه اسمها، انا بكلمكم بس بشكل سريع عشان نقدر ننجز. المكان، بعد كده حاجه اسمها التقسيم، بقسم العميل بتاعي ده على حاجه اسمها ايه؟ الديموغرافي. يبقى احنا الجغرافي قسمت العميل بتاعي. هنيجي بقى في الديموغرافي. الديموغرافي هنا بينقسم لاكتر من قسم، بس خلينا نتكلم في اهم قسم ممكن نتكلم عنه، اللي هو سن العميل من كام لكام، العمر، ومتوسط الدخل. متوسط دخل العميل. يبقى ده يا جماعه لازم اشوف العميل بتاعي ده العمر بتاعه هو من سن كام لسن كام. لازم اكون حاطط قدامي كده، دي بنسميها زي ما بيقولوا الباير بيرسونا، شخصيه العميل اللي انا مستهدفها. هو العميل ده من سن كام لسن كام؟ تمام. العميل دوت اللي انا مستهدفه ببيع ملابس من السن الكبير مثلا او العمر الكبير. خلاص، يبقى المحتوى بتاعي اللي انا هقدمه في المنتج لازم يتناسب مع السن اللي انا بقدمه. ما ينفعش ان انا اروح اتعامل وطريقه كلامي وانا بكلم العميل اللي هو سنه كبير بنفس الطريقه اللي انا هتعامل بيها مع السن الصغير، مع الشاب الصغير. يبقى انا هنا كده ايه؟ انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بضحك على نفسي، وهنا العميل هيعمل سكرول ومش هيشوف المنتج بتاعي. تمام؟ يبقى العمر مهم جدا. رقم 2، ان العمر بتاعي لو السن بتاعي سن الشباب لسه في السن الجامعه، يبقى السعر هنا لازم يتلعب عليه لعبه مهمه قوي. لان لو انا عملت سعر غالي والاعمار دي مش قادره على السعر ده او مش متناسب مع الفئه المستهدفه، شوف العمر بيفرق ازاي. لانك ممكن يكون الاعمار بتاعتك من 18 ل 20، من 18 ل 21 سنه، وانت هنا عامل السعر غالي فما يتناسبش مع العمر، فالاعلان بتاعك يكون واصل للفئه المستهدفه صح، بس السعر بتاعك غالي عن الاعمار اللي انت مستهدفها. فعشان كده تخلي بالك من النقطه دي. فهنا هتلعب على لعبه مهمه في السعر، انك تحاول تخليه مناسب للفئه بتاعتك المستهدفه. بعد كده بنيجي لحاجه اسمها متوسط دخل العميل. العميل بتاعي دوت من الفئه اللي هي الفئه المتوسطه ولا الفئه الغنيه ولا الفئه، بمعنى ما ينفعش انا اروح ابيع ملابس والعميل بتاعي ساكن في التجمع الخامس من الفئه الغاليه، واروح اقول له انا ببيع اللبس التيشيرت ب 50 جنيه، المنتج بتاعي جايبه من مصنع محلي من تحت السلم، وتقول ايه ده انا هخش السوق ده وهنافس فيه الناس اللي بتبيع اسعار غاليه، اللي بيبيع تيشيرتات ب 200 و 300، ما انا عندي تيشيرت ابيعه ب 50 واخش السوق ده. طبعا الكلام ده غلط. يبقى انت على اساس العمر ومتوسط الدخل بتحدد، يبقى هتقول ايه؟ نفس اللي احنا قلنا فوق، ان السعر لازم يبقى غالي، لازم ابين له في السعر قد ايه المنتج ده جودته عاليه، المكان لازم يكون قريب منهم، الترويج زي ما احنا اتكلمنا. ديت اهم حاجتين لازم تشوفهم. بعد كده بتيجي حاجه اسمها السلوكيات. سلوكيات العميل ده ازاي بقى؟ ايه سلوكيات؟ يعني في عميل بيحب يشتري على طول، يعني عنده شراء، يعني عنده يعني زي ما بيقولوا كده ايه، شراء بمستوى عالي، بيحب يشتري. فدي سلوك انت تقدر تستهدفه، تشوف العميل اللي انت مستهدفه من النوع ده ولا لا، وتقدر تستهدفها في الفيسبوك، وهنتعلم الكلام ده ازاي. في عميل يحب السعر الغالي، بيشوف ان السعر الغالي ده ان يشتريه بيديله شيء من العظمه، بيديله شيء من البتاع، فانت تحاول ان المزيج بتاع المنتج بتاعك او المزيج التسويقي يكون ملائم للعميل بتاعك اللي هو سلوكياته 1 2 3، اللي هو بيحب يشتري كتير او سعره غالي. يبقى دي اسمها ايه؟ البيهيفير، السلوكيات بتاع العميل. في حاجه تانية برضو ما بتكونش واضحه قوي في الفيسبوك، اللي هي النفسيه بتاع العميل. ولازم يا جماعه وانت بتقدم المنتج بتاعك على الفيسبوك لازم تربطه بالنفسيه. ازاي؟ ناس دايما تحب تشتري مثلا الايفون مش عشان الايفون، عشان يقول انا جبت الايفون، وده بيحسسه ان هو اللي مفيش منه اتنين، ان هو حاجه كبيره، ان هو عظيم، ان الناس بتبص له بصه مختلفه. كل الحاجات دي كلها بترتبط بالمشاعر، فده بيخليه متميز عن الاخرين.
فهل العميل بتاعك من انهي نوع؟ هل هو من النوع اللي بيشوف ان لما بيشتري حاجه غاليه دي حاجه بتديله وقار وبتديله عظمه وبتديله مكانه، ولا من النوع اللي بيشوف السعر الرخيص هو انسب حاجه ليه، ما بيهموش ولا سعر غالي ولا الكلام ده كله، انا يهمني ان انا اوفر الفلوس؟ دي بقى اهم الاساسيات اللي بتحاول تربط بين المنتج والخدمه بتاعك وتقسيم العميل. تقسيم الجغرافي، تقسيم الديموغرافي اللي هو العمر والدخل بتاعه، وهنعرف ازاي في الاعلانات المموله ازاي نقدر نوصل للعميل ده، ونوصل ازاي نقدر نعرف هو متوسط الدخل ولا عالي الدخل ولا لا. تقسيم السلوكي، هو سلوكياته ايه، من النوع اللي بيحب يشتري على طول ولا بيفكر كتير، وهنا دي كل حاجه لها استراتيجيه بتشتغل عليها. النفسيه، هو من النوع اللي من الناحيه النفسيه بيحب السعر الغالي عشان مثلا دي حاجه بتديله عظمه بتاع، وبتربط بين ده وده. تعالى بقى بعد لما عرفنا المرحله الاولى او الجزء الاول قبل ما نعمل اعلانات مموله نشتغل على الحاجتين دولت، نيجي بقى للجزء اللي بعده اللي هو نعمل اعلان ممول على الفيسبوك بشكل تقني. بعد كده الجزء اللي بعده ازاي نقدر نحلل ارقام الحمله الاعلانيه بتاعتنا، وازاي نعرف الحمله الاعلانيه بتاعتنا دي ناجحه ولا الحمله الاعلانيه بتاعتنا دي فاشله، ونقرا الارقام بتاعه الحمله. نيجي بقى يا شباب للجزء الثاني. بعد ما عملنا الجزء الاول ازاي بنحدد شخصيه العميل ونربطها بالمنتج او الخدمه بتاعتنا والمزيج التسويقي والكلام ده، بنيجي بقى نطبق بشكل عملي على الاعلان الممول بتاعنا. تمام. ازاي نعرف نعمل اعلان ممول؟ اول حاجه طبعا لازم يكون عندك صفحه على الفيسبوك، وتكون ليك براند او بتعمل براند لصفحه او ليك شركه. تمام. وبتبيع منتجات وكده، او لو هتمسك صفحه لشركه تانية. احنا بنعمل من خلال الاكونت الشخصي بتاعك، وفي طبعا من خلال بيزنس مانجر هيبقى لها شرح تاني، بس هنعمل من خلال الاكونت الشخصي. بتيجي على حاجه اسمها كرييت، الحته دي اللي هي الزائد، وبعد كده بتخش على كلمه اد. تمام. هي دي اد، دي اسمها مدير الاعلانات، بيدخلك على مدير الاعلانات زي ما انت شايف. بيظهر معاك الشكل ده، بيظهر معاك اهداف الحمله الاعلانيه. الاهداف، وهنتكلم عن الفرق. طبعا قبل ما نخش نعمل حمله اعلانيه طبعا بتتك على كرييت، وبيخش معاك انك تبدا الحمله الاعلانيه. قبل ما تخش على الحمله الاعلانيه طبعا لازم يكون رابط الفيزا او حاطط فيزا، فبتتك هنا بتحط الفيزا بتاعتك اللي هتعمل بقى الحمله الاعلانيه اللي هتصرف بيها الحمله. الفلوس، طب انا هضيف الفلوس ازاي؟ انا دلوقتي بكلم الناس المبتدئه يعني خالص، اللي ما بتعرفش ازاي اصلا تضيف الحمله الاعلانيه. هتيجي على حاجه اسمها البيلينج، تقوم متك كده بشكل بسيط. بعد كده بيحمل معاك. تمام. بعد كده بتظهر معاك بالشكل ده، بتخش حاجه اسمها البيمنت سيتنج. تمام. بيظهر معاك بالشكل ده. بعد ما تخش على بيمنت سيتنج بتتك على اد ماني، بتضيف الفلوس يعني. عندك كذا نوع من الفيزا. في طبعا بفضل فيزا بنك اسكندريه، بتقدر تروح انك انت تفتح حساب في البنك. في فيزا بريبيد البنك الاهلي، فيزا ايه بريبيد البنك، بتروح للبنك الاهلي تقول له انا عايز فيزا الدفع المقدم البريبيد بتاع الانترنت، مش فيزا ميزه، مش كارت ميزه، مش فرق. لا، اقول له انا عايز الفيزا البريبيد البنك الاهلي. او من خلال فودافون كاش، لو انت عندك فودافون كاش تقدر تطلع فيزا بتاع فودافون كاش، وتقدر انك انت تعمل من خلالها تقدر تعمل من خلالها فيزا، وتقدر تربطها. بتحدد المبلغ اللي انت هتحطه، بس يكون في الفيزا. يعني انت هتحط 400 جنيه يبقى في الفيزا 400. تكه 400. بعد كده تقول له اد بيمنت ميثود. بعد كده بتتكه نيكست، بتضيف طبعا اسم الفيزا والكارد نمبر، النمبر الكارت نمبر رقم الفيزا، يعني الرقم اللي بيتكتب على ظهر الفيزا، والشهر الانتهاء والسنه والكلام ده. كل المعلومات دي بتبقى موجوده في كارت الفيزا بتاعك، سواء هتجيب في كارت من البنك الاهلي، فيزا من البنك الاهلي او بنك اسكندريه، او هتعمل من فودافون كاش. بعد لما اضيف طبعا المبلغ بتتك سيف. بعد لما اتكيت سيف خلاص ضفت الفلوس، بتروح بقى تعمل اعلان. بتيجي على هنا، خلاص ضفت الفلوس، بتروح بقى تعمل اعلان. بتيجي على هنا البيزنس تول، وترش على حاجه اسمها الادس مانجر. الادس مانجر دي اللي بيبقى فيها قوائم الاعلانات بتاعتك اللي انت عملتها. بتكها طبعا على كرييت. بعد لما بتتك على كرييت وخلاص ضفت الفلوس، بيظهر لك هنا بقى الشكل اللي انت شايفه ده، انواع الاعلانات. كل حمله اعلانيه بيبقى لها هدف يا جماعه. انا مثلا ما ينفعش، تعال نفرق ازاي.
ما ينفعش نقول انا هعمل حمله اعلانيه هدفها البيع وهدفها البراند وهدفها الزيارات وهدفها، لا، كل حمله اعلانيه لها هدف، كل اعلان ليه هدف. فهنا الفيس بيفرق لك، بيقول لك مثلا لو عايز تعمل حمله اعلانيه هدفها الوعي، ان الناس بيقول لك انا هوصلك للناس اللي هتعرفك، ان الناس تعرفك، بس ما تشتري، مش هتشتري منك، ما تنتظرش منهم اعجاب للصفحه، ما تنتظرش منهم تفاعل، ما تنتظرش منهم الكلام ده كله، هو بس هيوصلوا لك. فما ينفعش تروح للبراند اورنس وتقول ايه انا هعمل حمله براند اورنس وغرض البيع، لا طبعا. فالبراند اورنس والريتش ان هو هيوصلك بس للناس اللي هتشوف الاعلان بتاعك، ولكن مش هتاخد اي تفاعل ولا اي حاجه. بعد كده الترافيك اللي هي الزيارات، ان مثلا عندك موقع الكتروني بتقول الفيسبوك وصلني للناس المهتمه بمجالي وبيعملوا زياره للموقع، بس بيعملوا زيارات، ما بياخدوش اجراء جوه الموقع، ما بيشتروش، ما بيعملوش الكلام ده في الكونفرزيشن هنتكلم عنها، بس بيعملوا ايه زيارات. فخوارزميات الفيسبوك بتوصلك للناس دي. بعد كده انجيجمنت اللي هم بيعملوا تفاعل، اللي هو مثلا كومنت، بيعملوا لك كومنت على البوست، يبقى بتقول الفيسبوك وصلني بالناس، خوارزميات الفيس بتقول لها وصليني بالناس اللي هي لما تشوف البوست تعمل تفاعل او لايك. في ناس تقول لك انا اعتمد على الانجيجمنت في البيع، بنسبه ماشي ممكن تعتمد عليها انك انت ممكن تبيع، بس بنفضل طبعا المسج هي الافضل، ولكن الانجيجمنت في الحاجات الرخيصه، يعني الملابس الرخيصه، الحاجات الرخيصه ممكن الانجيجمنت تعمل لك مبيعات كويس. الاب انستيل انت بتقول الفيسبوك وديني الاعلان بتاعي ده للناس المهتمه بمجالي، وبتاخد اجراء ان هي بتحمل الاب. ما ينفعش تقول الفيسبوك ايه انت عامل مثلا اعلان غرضه الانجيجمنت ومنتظر انك انت تعمل اب انستال او ناس تعمل لك اب انستال، لا، لانك لازم تختار الهدف. الفيديو فيوز طبعا انت عامل فيديو عايز الناس تشوف الفيديو بتاعك، بتعمل حمله اعلانيه هدفها الفيديو. الليد جنريشن ديت الناس بتملى بيانات، يعني اسمهم عملاء محتملون بيملوا بيانات، ودي بنستخدمها في الحاجات الغاليه او الحاجات الثمينه زي العقارات مثلا او السيارات، انك انت مثلا بتشوف اعلان بيقول لك تسجيل، فبتسجل اسمك ورقم تليفونك، فده اسمه ليد جنريشن، حمله اعلانيه هدفها ليد جنريشن، الناس تسجل بيانات. ليه؟ لان مثلا مش من الرساله حد يبعت لك رساله هيشتري، ده مش هيشتري بالرساله، لا، ده لازم تكلمه في التليفون وسيلز توضح له ويجي يعمل ميتنج، لان ده قرار حاجه غاليه، فانت لازم تحصل على بياناته، مش هينفع معاه ولا انجيجمنت ولا فيديو فيوز ولا الكلام ده كله، فانت لازم تختار حمله ليد جنريشن لو بتبيع منتج غالي زي العقارات او غيره. بعد كده المسج ان يبعت لك رساله، ودي طبعا بنستخدمها في لو انت عايز تبيع بقى ديت، لو عايز تعمل حمله اعلانيه غرضها البيع، فبنستخدم المسج لان الناس بتبعت لك رساله على طول وبتقدر تتواصل معاها، واغلب المسوقين والمعلنين بيستخدموا المسج في الرسائل. بعد كده الكونفرزيشن، لو انت عايز بقى ناس بتاخد اجراء داخل الموقع، سواء شراء، لو انت عندك موقع الكتروني وعايز توصل للناس اللي هي بتاخد اجراء، سواء اضافه لعربة السله، سواء ان هم بيعملوا شراء داخل الموقع، سواء وطبعا دي حاجه بتربطها بالفيسبوك بيكسل، الناس زارت الموقع بتاعك قبل كده وعملت مثلا دخل على الشراء بس ما اتمتش عمليه الشراء، فانت بترجع تستهدفهم تاني بخصم معين، انت فاهم؟ فبتقدر انك انت تعمل من خلال الكونفرزيشن الحمله ديت انك انت بتوصل للناس دي. بعد كده الكتالوج سيلز، انك انت عامل متجر الكتروني على الفيسبوك عندك وعايز تعمل متجر فيه، هنعرف ازاي تنشئ متجر على الفيس وهنتكلم عنها في فيديو، فبتحاول تعمل له اعلان. وستور ترافيك انك انت مثلا بتعرف الناس بالمكان بتاعك فين، يعني الموقع بتاعك في المعادي مثلا، فانت بتعمل اعلان بتعرف الناس المكان بتاعك، ده اسمه ستور ترافيك، زيارة للموقع. هنتكلم في الحاجة الاشهر والحاجة اللي فعلا فيها بيع والناس بتستخدمها هي المسج، فهنتك على المسج، خلاص انا هدف الحملة بتاعتي بيع. بعد كده بتتك على كونتينيو. الانجيجمنت برضو ممكن تستخدمها في زياده اللايكات للصفحه بتاعتك، لو انت شفت ما انت كده على الانجيجمنت بيج لايك وي. كامبين نيم بتسمي اسم الحمله بتاعتك، وليكن انا هعملها مثلا للكورسات، بتسمي اسم الحمله. بعد كده بتسيب كل حاجه زي ما هي اوف اوف، كل الكلام ده طبعا ده كله حاجات متقدمه جدا هنبقى نشرحها، بس احنا بنتكلم للمبتدئين فبتسيبها اوف. المسج اوبت الكلام ده اكشن مسج، كل الحاجات دي كلها ايه بتسيبها. ديت طبعا لو عايز تعمل اي بي تيست وهنتكلم عنها في فيديو، بس طبعا انت لسه في البدايه فدي هتبقى مكلفه عليك شويه ومكلفه عليك بشكل كبير، فما تعملش اي بي تيست في البدايه. بعد كده طبعا كامبين بادجت اوبتمايزيشن، هو بتقول الفيس يعني هو الفيس يتولى تحسين الميزانيه،
انك بتعمل اكتر من اعلان، والفيس هو اللي بيختار لك انهي اكتر اعلان وفقا للنتائج عمل رسائل، فالاعلان اللي جاله رسائل اكتر الفيس هو اللي هيكمل على الميزانيه. وطبعا دي بتخليها اوف، لانك انت في البدايه مش هتقدر تعمل اكتر من اعلان او الميزانيه بتاعتك مش كبيره، فهتسيب كل حاجه زي ما احنا عاملينها ايه اوف. طبعا ده المجموعه الاعلانيه، بتسميها اسم مثلا كورسات. دي حمله، الحمله جواها مجموعه، المجموعه جواها اعلان. تقدر تعمل حمله مجموعه اعلان، تقدر تعمل حمله ثلاث مجاميع اعلان. يعني مثلا عامل مجموعه اعلانيه دي اللي فيها الاستهدافات والكلام ده، عامل استهداف القاهره. تقدر تعمل مجموعه اعلانيه تانية استهداف بني سويف، مجموعه اعلانيه ثالثه استهداف اسكندريه، لاعلان واحد. يعني مثلا عامل صوره واحده اعلان واحد، تقدر تعمل اكتر من مجموعه اعلانيه لنفس الاعلان. تقدر تعمل اعلان ثلاث اعلانات، كل مجموعه اعلانيه الاعلان، فدي اسمها مجموعه اعلانيه. بتسميها طبعا اسم كورس تسويق مثلا، بتسيبها زي ما هي. بتختار هنا بعد كده لما بتسمي كورس التسويق هنا، وبعد لما بتسمي الاسم بتيجي هنا بيقول لك طيب كليك تو مسج. في عندك نوعين، كليك تو مسج وسبونسرد مسج. ايه السبونسرد مسج؟ بكل بساطه السبونسرد مسج انت عندك صفحه، والصفحه دي فيها 1000 رساله، وطبعا مش هتقدر تبعت ل 1000 رساله رساله رساله، لا انت بتقول للفيسبوك ايه؟ بتقول له انا عايز اعمل اعلان هبعت رساله لل1000 رساله اللي مبعوتها لي. بتختار حاجه اسمها سبونسرد مسج. يبقى انت عندك 1000 رساله على الصفحه، فبتقول للفيسبوك انا هبعت 1000 رساله للناس اللي بعتين لي رساله على الصفحه. وبتحدد الميزانيه تحت هنا. هو يعني انت بتحددها على حسب الميزانيه بتاعتك، او على حسب ممكن مثلا هو محددها لك، هو بيحددها لك 45 جنيه في اليوم مثلا، على حسب بقى انت عندك كام رساله. طبعا احنا لسه جداد فما عندناش رسائل ولا عندنا 1000 رساله، طبعا بتكلم الناس المبتدئه. فبتختار كليك تو مسج. عندك ثلاث خيارات: ماسنجر، واتساب، انستجرام دايركت. ماسنجر يعني هيبعت لك رساله على الصفحه مباشره، يعني ان هم هيبعتوا لك ايه؟ رساله على الصفحه. في الواتساب انك انت مثلا عندك واتساب بيزنس، تمام. طب بعمله ازاي؟ بتقوم بتتك على هنا كونكت اكونت، تقوم عامل هنا بتحط رقم الواتساب بيزنس بتاعك. طب ازاي؟ انت بتنزل من متجر بلاي بكل سهوله حاجه اسمها ايه؟ الواتساب بيزنس. زي تطبيق واتساب هتنزل، لا تطبيق واتساب بيزنس، وتربط بيه الرقم بتاعك، رقم التليفون مثلا. وبعد كده لما تربط بيه الرقم بتيجي هنا تعمل ايه؟ كونكت اكونت او كونكت بالواتساب. بتكتب الرقم اللي انت ربطت فيه الواتساب بيزنس وكونتينيو، بيبعت لك رساله على الصفحه بتاعتك، قصدي رساله على الموبايل بكود بتكتبه هنا، بتتك تاكيد. خلاص كده هو ربط بالواتساب بيزنس. يبقى انت هتعمله ايه؟ انك هتجيب رقم الواتس، رقم موبايل بتاعك، وتنزل تطبيق اسمه واتساب بيزنس من متجر بلاي، وتربطه ب، يعني يبقى زي الواتساب بتاعك العادي كده، يبقى عندك واتساب بيزنس، وتيجي تحط الرقم اللي انت ربطت بيه الواتساب بيزنس وتتكا كونتينيو. هيبعت لك كود على الموبايل بتاعك تحطه هنا، يبقى هيربطه معاك على طول بشكل سريع. ولكن انا بفضل طبعا ان احنا نخلينا في الماسنجر، لان الناس ما بتحبش الخصوصيات والكلام دوت. يعني الناس ما بتحبش بقى حد يعرف رقمها بتاع، فيبعتوا رساله على الصفحه، ما تعقدش الدنيا. انستجرام دايركت ان هو هيبعت لك رساله على الانستجرام بشكل مباشر. لو عندك مثلا عايز تعمل اعلان بس على الانستجرام، ولا عايز تعمل على الفيس، ولا عايز تعمل على ال على الواتس، فبتعمل انستجرام، ان هو الناس اللي في الانستجرام هيشوفوا المحتوى بتاعك، ويبعت لك رسالة على الانستجرام دايركت. طبعا لازم تكون رابط الانستجرام بصفحة الفيسبوك بتاعتك، تمام. وهنعرف ازاي بتقدر تربط الكلام ده، تمام. يبقى احنا اخترنا هدف الماسنجر. تقدر تختار الصفحة لو انت عندك مثلا اكتر من صفحة، فمثلا نختار ام تي فور ماركتنج تريننج. بتحدد الديلي بادجت اليوم ممكن اقل ميزانيه ممكن تبدا بيها مثلا في اليوم، تختبر بيها السوق بتاعك او الاستهداف او الكلام ده. 250 مثلا، 250 مشيت معاك بتزود. ما مش بتشوف 3 4 ايام كده تشوف الدنيا ماشيه في نتائج، في مبيعات، في رسائل، خلاص تزود الميزانيه اكتر. هي في حدود $20. طب الدنيا مش، وعلى حسب كل منتج يا جماعه، ما ينفعش اكون ببيع منتج زي العقارات واقول 250 في اليوم، غلط. احنا بنتكلم في المنتجات المتوسطة، الأسعار المتوسطة يعني. لكن المنتجات الغالية بملايين، أقل حاجة 1500 2000، على حسب برضو أنت مستهدف في المبيعات كام. أنا مستهدف 20000 جنيه مبيعات في اليوم مثلا، ما ينفعش أقول هعمل 100 جنيه في اليوم ولا 250. على الأقل 20% من المبيعات اللي أنت مستهدفها، 5 ل10%، تحط تسويق. يعني عايز تستهدف 10 تحط 1000 في اليوم على الأقل. دي ما تقدرش أنت تحدد بالظبط، بس احنا بنقول إيه؟ متوسط يعني، تمام. انا بحدد ديلي بادجت، دي افضل شيء. ممكن تحدد لايف تايم بادجت، انك انت هتقول له مثلا من يوم 20 فبراير يخلص 20 مارس شهر، تقدر تخليها مثلا 10
ل10 مارس، ماشي، 10/3، من الساعة كام للساعة كام. بتقول له بقى هنا الميزانية كامل، يعني 3150 على مدار الشهر. تمام. وبتقدر تحدد كمان هنا شو مور اوبشن، بتحدد آه في مواعيد ايه بالظبط. يعني مثلا هنا اهو، لو نتك هنا رن، تقدر تقول له مثلا يوم الاثنين من الساعة كام للساعة كام، من الساعة 12 مثلا للساعة كذا. يوم سارس كذا، تقول له من الساعة كام لحد الساعة كام. الإعلان بتاعي يشتغل من كام لكام. انت مثلا عندك تيم مبيعات من الساعة 8 للساعة 12، من 8 ل 10 بالليل، من 8 ل 5 المغرب. فبتحدد ان الاعلان ما يشتغلش غير في الوقت ده. وطبعا انا كمحمد بفضل في يوميا مش لايف تايم. ليه؟ لانك انت دلوقتي في اللايف تايم الفيسبوك ساعات يدفع، يوم يدفع فيه 500، يوم تاني يدفع فيه 200، يوم تالت يدفع فيه 400. فما بيبقاش الدنيا ما بتبقاش مظبوطه او معدوله. لكن 250 مش هيدفع لك غير في اليوم فعلا غير 250، مش هيزود يعني. فبتختار 250 جنيه في اليوم. تمام. واخترنا ديلي بادجت. بعد كده طبعا بتحدد ستارت ديت، وتقدر انك انت تحدد كمان نهايه للاعلان بتاعك. يعني اليوم بتاعك يخلص امتى، بس دي بنسيبها عادي مش لازم. هنا بنيجي بقى بعد كده في الاودينس اللي احنا اتكلمنا عنها على السبوره بشكل تفصيلي يعني. وقلنا يا جماعه انك انت بتحدد العميل بتاعك على اساس جغرافي، ديموغرافي، سلوكي، نفسي. وهنعرف ازاي نتعامل هنا في الكلام ده. اول حاجه لما تخش على الاودينس الجمهور بتاعك، بتلاقي هنا كريت نيو اودينس، انك انت عندك جمهور. يعني عندك انت عملت اعلانات قبل كده سواء فيديوهات او وعايز تعيد استهداف الناس اللي شافت الفيديو بتاعك مثلا. عندك موقع والناس دخلت الموقع بتاعك وعملت سله ولا دخلت الموقع وعملت زر الشراء بس ما فعلتش الجرس، او ما فعلتش عفوا اشتروش، ودخل نازل بعرض جديد وعايز تعيد استهدافه. فبتيجي تعمل حاجه اسمها كاستم اودينس، وتستهدف الناس ديت من هنا. ودي طبعا هنشرحها في فيديو تفصيلي باذن الله في محاضره. في برضو انك انت عايز تعمل جمهور مشابه، لان يعني الناس شافت الفيديو بتاعك، بتقول الفيس انا عايز جمهور شبه الناس اللي شافوا الفيديو بتاعي. فبتيجي برضو في حاجه اسمها ايه هنا في لوك الايك. ودي طبعا محتاجه شرح لوحده. فديت انت لسه ما عملتش ولا اعلان ولسه بادي وبتقول يا هادي. فهنخش على الموقع. عايز تحدد الموقع بتاعك، فبتيجي اديت، تختار هنا على حسب المنتج بتاعي زي ما احنا اتكلمنا. انا مثلا المنتج بتاعي ينفع للناس بتوع القاهرة كله. ايه يا عم؟ انا مثلا ببيع، انا مطعم زي صبحي كابر مثلا. فالمطعم ده ينفع الفئة الغنية والفئة المتوسطة والفئة الفقيرة وي 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 والكلام ده كله. فبتختار كايرو. انا ببيع منتجات اونلاين فينفع لمصر كلها. طب لو انا بقى ببيع حاجة غالية او عايز اوصل لناس معينة، تعمل ايه؟ بكل بساطة بتقوم عامل كده، تقدم بس بعلامة الزايد دي. هتشيل طبعا ديت كايرو خالص. تمام. هتقوم انا عايز استهدف الناس اللي في مدينة نصر، هتقوم جايب على بتاع العلامة الزرقاء دي، وتقوم حاططها هنا بس بكل سهولة. هو هنا ايه استهدف لك مدينة نصر، تقوم عامل كده ومقلل شوية، بحيث ما يجيبلكش ايه الدنيا ايه ما يوسعلكش فتقلل. فانت كده هنا ايه استهدفت مدينة نصر. طب انا يا عم عايز استهدف برضو الناس اللي في التجمع وفي كايرو فيستيفال والناس اللي في المنطقة دي. انا جمهوري مثلا انا فاتح مطعم هناك، فانا فاتح مطعم في مدينة نصر، فانا عايز اللي في مطعم مدينة نصر والناس اللي ايه حواليه. فانت بتقدر برضو بكل سهولة. عايز تستهدف منطقة التجمع الخامس، فانت بكل اللي عليك انك انت بتقوم مختار العلامة الزرقاء دي، وتقوم رايح في المكان اللي انت عايزه وتستهدف. فانت هل بقى تسيب الدايرة فوق الدايرة كده؟ غلط، ما تعملش كده. لانك انت كده العميل او الفيسبوك الدنيا بتبوظ معاه، فبيوصلكش للجمهور المستهدف بتاعك. لانك انت ايه. فانت بتحاول دايما انك انت ما تخليش الدوائر فوق بعض، لانها بتبقى مشكله في الاعلان. فبتقوم عامل كده مثلا ايوه 10. ما انت عايز تستهدف الناس اللي في مدينتي. فاحنا قلنا لو انت فاكر على السبوره قلت لك اختيار المكان زي ما قلنا ما نخليش كده فبتقلل. لما قلت لك في اختيار المكان ده عليه عامل مهم جدا، انك انت بتختار المكان على حسب المنتج اللي انت بتبيعه.
انا ببيع تيشيرت ثمنه اونلاين ثمنه فوق ال 1000 جنيه، 1000 ونص. ما ينفعش اروح استهدف لي بقى الناس اللي في شبرا او استهدف القاهره كلها. ليه؟ لان الناس في القاهره ديت ممكن يكونوا ناس ما يقدروش يشتروا على حاجه زي دي. لا، انا استهدف الاماكن الغنيه، الاماكن الناس اللي معاها فلوس. طب انا مثلا ديت الانكلود. طب هنا بقى في حاجه مهمه قوي لازم تخلي بالك في اللوكيشن، بيبول ليفينج ان ذا لوكيشن. في ناس بتختار دي. طب معنى دي ايه؟ ان الناس عايشه في المكان، الناس عايشه في المكان ده، او ناس بتسافر للمكان ده. يعني ناس، انا جاي من الصعيد مثلا، تمام، وجيت مدينتي، فالاعلان هيظهر لي رغم ان انا مش عايش. طب انا ممكن اكون جاي من الصعيد او جاي من اماكن ارياف، بس انا من النوع اللي مش غني او معيش فلوس، انا مجرد شغال وانا عايز استهدف الفئه الغنيه. فبيضيع عليا فلوس كتير جدا جدا جدا، انا ما كنتش واخد بالي، لاني بوصل لناس مش فئتي، رغم ان انا بقول انا مستهدف المكان صح، مدينتي وبتاع والحكايه والروايه، بس انا قايل ايه؟ بيبول ليف، او جايين المكان بشكل عابر، يعني جايين بسرعه. فانت بتختار، تقدر تعمل حاجه اسمها اكسكلود برضو، دي مهمه. انك انت مثلا مش عايز تستهدف مدينته، ومش عايز المكان ده، الاطراف ده مثلا، مش عايز تستهدف مدينه الشروق، فبتقوم مختار وتقوم جاي مثلا على مدينه مثلا الشروق كده، وتقلل. فبتقول له انا برضو قلل شويه، مش عايز مدينة الشروق، واخد بالك؟ مش عايز مدينة الشروق والحتة دي كمان. فانت هنا الفيسبوك ولا هيجيب لك مدينة الشروق ولا هيجيب لك الحتة دي. فانت بتقول له استبعد الناس ايه دول. تمام. يبقى ديت الموقع الجغرافي، وازاي بتحدد الموقع الجغرافي بتاعك. بعد لما حددنا بقى الموقع الجغرافي، بنيجي في اختيار العمر، وقلنا اهمية العمر وانت في السبورة. انا مثلا الفئة بتاعتي انا جمهوري مثلا عقارات، فطبعا شيء طبيعي ان انا هختار حاجة مثلا في ال27، ناس عندها القدرة الشرائية مش اي حد. وبتحط مثلا لحد 60، وعلى حسب بقى ايه انت المنتج بتاعك، ملابس شبابي، فبتحدد من سن كذا لسن كذا. بعد كده اللغة، عايز تحدد رجال، المنتج بتاعك رجالي سيداتي ولا سيداتي، طبعا بنختار اول. لو المنتج بتاعك مش محدد، انت مثلا بتبيع حاجة ل عقارات مثلا، فالستات والرجال بيبقى عندهم قرار الشراء. الستات بتقدر تأثر في الرجالة في حوار قرار الشراء الغالي. فانت هنا بتحدد على حسب المنتج بتاعك، طبعا انت مستهدف من سن كام لسن كام. زي ما احنا اتكلمنا على السبورة، قلنا احنا بنطبق هنا عملي، واللي احنا قلناه مهم، عشان كده قلنا ايه؟ ربط التسويق بالشغل ده. الديتيل تارجتنج زي ما احنا قلنا، الجغرافي عملناه، الديموغرافي اهو اللي هو بيرتبط بالعمر برضو، والسلوك. تعالى نفصص كل حاجة. أول حاجة يا جماعة بتختار هنا الديموغراف، اللي هي أهم حاجة فيهم الإيه؟ التعليم والورك، العمل، وأهم حاجتين تقدر تشتغل عليه. التعليم انك انت تقدر تحدد مثلا هما في كليات ايه بالظبط، تقدر تحدد مثلا هما في كليات الجامعة الأمريكية من هنا، السكول او يو سي، هيظهر معاك دلوقتي اهوت مثلا في الجامعة الأمريكية، واخد بالك؟ تقدر انك انت بس بمجرد ما اتكيت هنا سجيشن، بيجيب لك كل الجامعات المتعلقه مثلا زي الجامعه او شبيهه للجامعه الامريكيه، الجامعه البريطانيه، الجامعه الالمانيه بتاع. فانت تقدر تحدد التعليم. طب انا بحدد التعليم ده امتى يا محمد؟ انا ببيع كورسات معينه، كورسات غاليه، فعايز احدد الناس اللي في الجامعات، الجامعه البريطانيه، الكلام ده كله. فبتقدر انك انت تحدد، عايز ابيع مثلا عايز اوصل لناس فئه غنيه، فبتقدر انك انت تحدد من خلال التعليم، تقدر ناس متوسطه الدخل عاليه، لانه مثلا اللي يبقى في جامعه امريكيه وجامعه بريطانيه وي 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 والكلام ده، اكيد ده فئه غاليه. فبتقدر انك انت تستغل، وتقدر برضو من خلال الديموغرافيك تستغل زي ما بقول لك الورك، يعني بتحدد هو شغال فين من خلال الجوب تايتل، او الامبلوي هو فين بالظبط. مثلا هو بنكير، هو محاسب، هو بتقدر انك انت ايه تحدد برضو من خلال البتاع. الانترست، الاهتمامات، ودي بقى حتة مهمة جدا. انت بتقول له الناس المهتمة بمجال ايه. يعني انا مثلا هنتكلم في مجال العقارات مثلا، فبتقول المهتمين بمجال العقارات، فبتكتب مثلا المهتمين بمجال العقارات اهو. هو متك بس المهتمين بمجال العقارات، وتقوم متك على سجيشن،
هيظهر لك كل شيء متعلق بالمجال بتاع العقارات. ايه هو؟ الابارتمنت، الهاوس، البروبرتي فايندر، نيو هاوس، الاستثمار، كل الكلام، كل حاجه متعلقه بالعقارات هتلاقيه. ايه الاستثمار مثلا العقاري، تقدر تجيب برضو الاستثمار. المهتمين مثلا بالشقه، الهاوس، كل حاجه مهتمين بالعقارات تقدر. والبروبرتي فايندر برضو لان موقع معروف، فاكيد اللي مش مهتم بالعقارات غير اكيد مهتم بموقع زي ده. الفيلا، ال- النيو هاوس، كل حاجه لها متعلقه بالعقارات. هل انا بقى كده اقوم ساكت كده ده العميل المهتم بتاعي؟ يعني انا كده مثلا لما اقول تيشيرتات مثلا، طب انا ما حددتش العميل ده فئه غنيه ولا فئه متوسطه. طب ما ممكن يكون واحد ماشي في الشارع ومهتم بالكلام ده. انا فرقت ازاي؟ انا عرفت احدد الفرق ازاي؟ ما قدرتش، صعب، مستحيل. ودي بقى النقطة اللي هتفرقك عن أي حد. زي ما احنا اتكلمنا على السبورة بقى، ده التطبيق العملي. أنا جبت عميل مهتم بالعقارات، طب أقدر أفلتر إزاي بقى وأقول اللي مهتم بالعقارات ده من الفئة الغنية والفئة اللي معاها فلوس والفئة اللي قادرة تشتري، مش أي حد وخلاص، مش أي حد مهتم. فأنت بتختار هنا الاهتمامات، بعد كده بتختار بقى إن هو مثلا عايش في مكان الفلاني أو فبتحاول انك انت تقدر انك انت من خلال نار اودينس مثلا. انا اخترت الاماكن الغنيه، ان هو اكيد عايش في مكان زي مدينتي بتاع الكلام ده كله. تقدر انك انت برضو، انا ممكن اختار مثلا ان هو في اماكن غنيه. ممكن اقول ايه انه عايش في القاهره. خلي بالك، عايش فين؟ في القاهره. وافلتر برضو، يعني افلترهم. مش لازم اختار الاماكن مثلا زي ما انا اخترت اهو القاهره كلها واقدر افلترهم. طب انا هفلترهم ازاي؟ هقول لك دلوقتي. انت عندك دلوقتي في القاهره 4 مليون و700 الف مهتمين بالعقارات، اللي هو انا واصحابنا وكلنا مهتمين. بس انا افلترهم ازاي بقى واوصل للعميل الغني ازاي؟ تيجي حاجه اسمها نار اودينس، تمام؟ تكين عليها، بتقول له انا عايز العميل ده يكون كمان مهتم. هو مثلا اللي مهتم بالساحل الشمالي يا جماعه، عميل غني ولا عميل فقير؟ لا، ده اللي مهتم بالساحل الشمالي مليون في المية مش أي حد يهتم بالساحل الشمالي. فأنا بقول له إيه؟ أنا بقول له لا يا عم، ده الناس دولت لازم يكونوا مهتمين مثلا. الساحل الشمالي في مصر لازم يكونوا مهتمين بالجونة، مارينا، سهل حشيش، الكلام ده. فانت بتقول له هنا ايه؟ انت بتقول له انا عايز الناس اللي مهتمية بالعقارات يكونوا مهتمين بالاماكن الغالية دي، بالبحر الاحمر، بمدينتي، بالكلام ده. دولت يا جماعه محدش هيهتم بالاماكن دي، ولا انا ولا انت ولا الكلام ده. انت لو سالت نفسك هتلاقي الطبقه المتوسطه مش بتهتم بالمكان ده. فانت هنا فلترت ايه؟ من خلال حاجه اسمها الاهتمامات. يبقى احنا لسه دلوقتي شغالين في الاهتمامات. تقدر تفلتر من خلال التعليم ازاي؟ تقدر تقول له ايه؟ وكمان يعني مثلا يكونوا جامعات امريكيه، جامعات بريطانيه، جامعات في جامعات دوليه. طبعا انا ما بفضلهاش، تمام؟ تقدر انك انت من خلال التعليم، من خلال العمل. بس انا بفضل دي حاجه بسيطه اهي. يبقى انا عملت ايه؟ انا قلت له المهتمين بالعقارات وكمان يكونوا مهتمين باماكن الغنيه. طب انا سكت كده؟ لا. طب هتعمل ايه تاني؟ هقول له في حاجه بقى كمان، البيهيفير اللي هي السلوكيات. سلوكيات العميل ده ايه؟ يعني تعال نشوف كده. احنا مثلا هنا من النوع سلوكيات الشراء بتاع العميل مثلا. تعال نشوف كده. انجكت شوبر، يعني هو راجل متفاعل الشراء. فديت سلوك مهم جدا يعرفك ان الناس ديت مش ناس مجرد بتهتم، لا ده ناس كمان سلوكيات الشراء. فاكر لما انا قلت لكم يا جماعه في السبوره انك انت في السلوكيات بتقدر تحدد الناس اللي هي بتشتري على طول، ان هي مثلا متفاعله، ان هي بتشوف اي اعلان عندها فعلا، فبتقدر انك انت تختار انجيج شوبر، تمام؟ طب انا مثلا احطها مع دولت ولا ممكن اقوم عامل ايه؟ لا، انا ممكن اقوم عامل كده، اقوم قايل له نارو فيوتشر، واقوم قايل له مثلا ايه؟ تقدر تكتبها من هنا من غير ما تقعد تخش على البيهيفير، انجاج دي شوبر.
هيجيبها لك دلوقتي اللي هي كانت جايه دلوقتي اهو، بدل بس ما ايه ما يقعد تخش على البيهيفير. تخش على البيهيفير انجاج شوبر. تمام. فانت هنا بص وصلك ل 960,000. يعني ناس عندهم متفاعلين في الشراء، وناس فعلا بيخشوا في مواقع بيشتروا وي وي، ومهتمين بالجونة ومهتمين بالعقارات. يعني انت قلت له الناس غنية، هل انا هسكت بقى؟ لا مش هسكت. ثواني خلينا مع بعض، هعرفك ازاي تقدر تفلتر العملاء بتوعك، ازاي تقدر توصل فعلا للطبقة اللي فعلا عندها القدرة للشراء. لو انت بقى اي حد كنت هتقوم العقارات، مهتمين بالشراء مهتمين بالعقارات وكمل كده انا وصلت للناس المهتمة بالمجال، لا انت كده ما فلترتش، انت كده اخترت اي حد وخلاص. لا انت لازم تفلتر، ومش لازم الجونه، وممكن تختار الناس اللي مهتمين بالعربيات الغاليه، البي ام دبليو، البورصه، بتكتب بس في السيرش هيظهر لك. تمام. تمام كده احنا عرفنا ان المهتمين بالعقارات ولازم يكونوا مهتمين بالاماكن اللي هي الرفاهيه عشان يبقى غنيه، وكمان يكونوا ايه انجاج شوبر. تقدر برضو في حاجات في البيهيفير، الناس اللي بيسافروا ممكن تختارها، ايوه ممكن. هو اللي بيسافر مثلا على طول وبيقول لك انا راح مثلا هنا، راح امريكا، راح مش عارف ايه، هو بني ادم مش غني ولا بني ادم فقير؟ هل ممكن واحد متوسط الدخل بيسافر كل شويه؟ فبتيجي على حاجه اسمها في البيهيفير ترافل مثلا، تقول لك ايه فريكوانت لافر، على طول الفيسبوك بيبقى عارف اللي بيقول لك انا مسافر هنا، فدي ممكن تختارها. فبتفلتر معاك برضو العملاء اللي هم على طول السفر متعدي بيسافروا كل شويه. فدي برضو تقدر انك انت من خلالها، ودي فريكوانسي انترناشونال ترافل. يعني انت ممكن مثلا تختار اللي هم على طول بيسافروا بره مصر. فاكيد اللي بيسافر بره مصر وجاي رايح في اغنيه، فانت هنا فلترت، قلت له يا عم انا عايز اللي مهتمين بالعقارات، بس مش اي حد مهتم، مش اي حد، لا ده يكون مهتم بالساحل الشمالي والجونه، يعني ناس معاها فلوس ويكون سلوكياتهم متفاعلين وعلى طول سفر دولي بيسافروا. فديت انا قدرت احدد فعلا فئتي الغنيه. هل انا اسكت؟ لا. انا خلصت كده الاستهداف، بس هوريك بقى حته تقدر تقول له ايه، انا عايز الناس اللي فاتحين جهاز الايفون وايفون مثلا 11 ولا 12. فانت هنا عملت كاستمر بيرسونا اللي احنا اتكلمنا عنها في السبورة، وصلت للعميل بجد، قدرت توصل للعميل في الليزر زي ما بيقولوا الليزر. تقدر تعمل اكسكلود لمين؟ الناس اللي شغاله في المجال. هو انا مش في ناس شغاله في المجال مهتمين بالعقارات وممكن يكون معاهم فلوس كمان؟ ازاي هتقوم متكي مثلا ريال بروكر، يعني اللي هم مثلا مهتمين بالبروكر مثلا، يعني الناس اللي هم شغالين بروكر. انا عايزك تستبعد لنا، شوف بقى مليون وستمائة الف، انا استبعدت الناس اللي هم بالوساطة العقارية، ما محدش هيهتم بالوساطة العقارية غير الناس اللي هي بتشتغل في البروكر. فانا 2 مليون و600 بقوا مليون انا شلت مليون واحد كان هيروح لهم الاعلان وكنت هتضيع فلوس على الارض. فانا عملت للناس دي اكسكلود، للناس اللي هي شغاله في مجال ايه الوساطه العقاريه. الوساطه العقاريه اللي هم مهتمين بالبروكر، اللي هو انا، اللي انت اصلا انت راجل بتبيع مجال، انت بروكر. فانت مش عايز الاعلان بتاعك يوصل له، مش عايز الاعلان بتاعك يوصل للبروكر اللي هو العميل اللي زيك، فانت بتستبعده. انت ايه بتستبعد، والعميل اللي هيشتري مش هيهتم بالبروكر ولا هيهتم بالكلام ده. فانت شوف، تقدر بقى في اي مجال بقى، لو بتبيع تيشيرتات، بتبيع ملابس، تقدر انك انت تعمل نفس الكلام دوت. لو بتبيع تيشيرتات لفئة غنية تقدر تعمل الكلام ده. ايه اللي انا اعمله، انك انت مثلا بتبيع تيشيرت لفئة غنية تقدر تعمل ايه، تقول نارو اودينس، الناس اللي مهتمية بالاماكن الغالية، الناس اللي على طول بتسافر، الانجيج دي شوبر، الناس اللي عندها تفاعل في الشراء، عشان مش مجرد بيشوفوا الاعلان وخلاص، لا ده بياخدوا قرار وبياخدوا اجراء ان هم ايه يشتروا. وبعد كده ممكن تستبعد الناس كمان اللي شغالة في المجال بتاعك. هل كده الدنيا خلصت؟ لا. تعالى كمان نكمل. طبعا اللانجوج انت تقدر تحدد، طبعا بتسيبها زي ما هي. ممكن يكون في ناس غنيه وعندهم اللغه العربيه عادي، ديت اللانجوج الناس فاتحه الفيسبوك بتاعها ايه، باللغه الانجليزيه ولا باللغه العربيه. بعد كده بتيجي لشو مور اوبشن، بيقول لك مثلا انت عايز كل الناس، ولا عايز مثلا تستبعد الناس اللي عاملين لايك في الصفحه بتاعتك ولا بتقول له انا عايز الاعلان ده بس يوصل للناس اللي عاملين لايك للصفحه. ممكن تقول له مثلا انا مش عايز الناس اللي عاملين لايك يشوفوا الاعلان بتاعي، بس بكل بساطه. بعد كده بتيجي على حاجه اسمها
خلاص كده بتيجي على حاجه اسمها يا جماعه بليسمنت، اللي انت شايفه اوتوماتيك ان هو يظهر في كل الاماكن. لا، ما تقولش كده. مانوال بليسمنت، بتختار الاماكن اللي يظهر فيها. هل عايزه في الفيسبوك بس، ولا عايزه في الانستجرام بس، ولا ماسنجر؟ انا بفضل على انت تختار يعني، بس تشيل ماسنجر مثلا، ما تخلوش يظهر لناس كتير، عشان كل ما بيظهر الفيس بيحاسبك على الوصول. كل ما بيظهر ناس اكتر وناس اكتر، دي ما بتاخدش اجراء ولا بتشتري او بتعمل رسالة. ده بيؤدي لايه؟ بكل بساطة انك تكلفة بتبقى غالية عليك، وبتتحمل تكاليف كتيرة، واحنا طبعا ما يرضناش انك انت تتحمل تكاليف كبيرة. فبتختار الفيسبوك، وتحدد انت عايز المكان فين بالظبط. ممكن تشيل مثلا الانستجرام لو ما عندكش حساب على الانستجرام، فبتقول له الفيس ايه بوك وخلاص. هيظهر بس على الفيسبوك هنا، ان هو يظهر في الفيد في الصفحه الرئيسيه، عايزه يظهر في الستوري، في الانستريم، دي كلها اماكن في الفيسبوك. انت بتقول له اظهرني فين، فانت بتختار بس مكان واحد بيظهر فيه، عشان ما تتحملش زي ما بقول لك تكاليف كبيره. هنا في البيت كنترول ديت، بتقول للفيس انا عايز، انا مستعد اخش في الرساله. هدفع في تمن الرساله 10 جنيه. انت داخل في دي اسمها المنافسه او المزاد، سموها المزاد. فانا الفيس بيحاول انت تدفع اغلى سعر، ما انت اكتر واحد هيدفع سعر رسالة 10. فالفيس هنا بيوصلك للناس الافضل، او الناس فعلا اللي انت عايزهم بالظبط، لانك انت دخلت في مزاد وبتقول للفيس انا مستعد ادفع اكتر. مستعد ادفع ايه اكتر؟ فديت حاجه اسمها المزاد. نيجي برضو الحاجه يعني دي بقى المهمه اللي نسيت اقولها لكم، بتاع الشو مور اوبشن في البليسمنت. تمام. بعد لما تخلص انك عايز تحط الاعلان بتاعك فين، على الفيسبوك، على الانستجرام، على ماسنجر، وتحطه فين بالظبط زي ما احنا اتكلمنا، بتيجي على حاجه اسمها الشو مور اوبشن. هل انت بقى انت مستهدف فئه غنيه مش عايز كل الاجهزه؟ لا، ده انت بتقول له كمان انا عايز بقى الناس اللي فاتحه من الاي او اس، اللي هم ايه، اللي فاتحين مثلا، شوف بقى 260 الف من الايفون فقط. يعني انا عايز الناس اللي فاتحه من الايفون. فانت هنا وصلت للناس فعلا المستهدفة، اللي معاها فلوس، اللي فاتحين من ايفونات، اللي مهتمين بمارينا، اللي على طول سفر دولي. انت اخترت ناس فعلا، يعني مفيش اكتر من كده. يعني مفيش اكتر من كده، انك انت وصلت للعميل الغني القادر ان هو فعلا يشتري المنتج بتاعك. لو انت مستهدف فئة غنية، واخترت كمان، شوف لو انت بقى تقدر كمان تختار من فوق المناطق، المدينتي، مش عارف ايه واحد. فانت هنا بتفلتر العميل بتاعك، فلترته، وصلت للفئة فعلا اللي قادرة تدفع في مجال زي العقارات. وقيس على كده بقى كل المجالات. لكن انت لو بتبيع منتج رخيص، خلاص مش لازم بقى تختار الايفون، مش لازم تختار الكلام، لا كل الاجهزة عادي. وبتحدد الجمهور بس، كل اللي هتعمله ان هو مثلا يبقى انجاج شوبر، وتختار الاماكن. طب احنا اخترنا، عرفنا بنختار المناطق ازاي، بنختار الدنيا دي كلها الكلام. بتختار بس انجاج شوبر، دي مهمه جدا 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 في ايه البيهيفير. لو تعليم بتقدم كورسات، قلنا بنختار كل حاجه احنا اتكلمنا عنها. قلنا في البيت كنترول ده مزاد. طبعا لو انت لسه في البدايه والميزانيه لازم تكون كبيره، على الاقل 1000 جنيه في اليوم، 2000، وتخش تقول انا هعمل مثلا هدفع رساله 10 جنيه، هدفع رساله 5، بتخش في مزاد انك انت هتدفع اكتر من المنافس بتاعك. فالفيس بيوصلك للناس فعلا المهتمه بشكل اكبر يعني. ولكن انت في البدايه ممكن تسيبها، وديت باذن الله لما الدنيا تكبر معاك وتدفع ميزانيه كبيره في اليوم، تقدر انك انت ايه. دي حاجات متقدمه. بعد كده بتيجي على ايه نيكست. دي حاجات متقدمه. بعد كده بتيجي على ايه نيكست. هنا بقى الاعلان، انت خلصت المجموعه الاعلانيه، تيجي على ايه النيو اد. النيو اد بتسمي اسم الاعلان، وليكن مثلا تسويق، اي اسم بقى على حسب المنتج بتاعك بتسميه عشان تبقى حافظه يعني. هنا الصفحه احنا اخترناها هنا. لما نيجي نرجع للمجموعه الاعلانيه، احنا اخترنا الصفحه بتاعتنا، بتختارها هنا ايه في الاول. عايز تبدل، فالصفحه بتاعتك زي ما هي. بعد لما بتختار الصفحه، بتقدر تربط الاكونت الانستجرام بتاعك ازاي. تقدر تربطه من خلال الصفحه بتاعتك، وتقدر تربطه من هنا من خلال كونكت اكونت، وبيظهر لك الاكونت الانستجرام بتاعك. بس هل اقدر اربط اي اكونت انستجرام كده والسلام؟ لا. ليه؟ لازم اربط اكونت انستجرام يكون بيزنس. بايه بيزنس يعني ايه؟ خش بس على اليوتيوب، هو 5 دقايق بالظبط، اكتب بس ازاي اقدر اعمل اكونت انستجرام بتاعي بيزنس. بكل سهوله هيظهر لك بكل بساطه ازاي تقدر تعمل الاكونت الانستجرام البيزنس بتاعك. عايزين نعمل لكم فيديو، ما عنديش ادنى مشكله، على راسي من فوق. وتقدر تربطه
هنا، وتقدر تخلي الاعلان بتاعك يظهر على الانستجرام بتاعك. بس طبعا زي ما احنا قلنا في المجموعه الاعلانيه تكون مختار هنا زي ما احنا شايفين. هنا مثلا تكون مختار ان يعني يظهر في الانستجرام. هنا عمره ما هيظهر في الانستجرام بتاعك لانك انت مختار ايه، مش محدد الفيسبوك بس. بعد لما بتختار الصفحه بتيجي هنا بيقول لك انت عايز تعمل كريت اد ولا اكزيستنج بوست. ايه اكزيستنج بوست ده يا جماعه؟ اكزيستنج بوست انك انت عندك بوست على الصفحه بتاعتك وعايز تعمل له اعلان. يعني انت منزل بوست في الصفحه وعايز تعمل له اعلان. ازاي؟ يعني انت منزل بوست، بتختار مثلا اكزيستنج بوست، بتقوم قايل سيلكت بوست، وهيظهر لك بوستات الصفحه بتاعتك. تختار واحده وليكن مثلا دي، وتتك ايه كونتينيو، وبعد كده خلاص تقدر تتك ايه بابلش، الاعلان بتاعك هينزل. تمام. ديت لو انت عايز تعمل بوست عندك على الصفحه. طب انا عايز اعمل اعلان جديد ومش عايزه يظهر عندي على الصفحه، انا عايزه بس يظهر للناس اللي انا مستهدفهم في الاعلان. يعني انا عامل اعلان اهو، الاعلان بتاعك ده مش هيظهر للناس اللي انت مستهدفهم، يعني مش هيظهر عندك على الصفحه. مجرد ما الاعلان ده يخلص او يقف مش هيظهر تاني. خلي بالك مش هيظهر ايه تاني. هنا بيجي لك نوعين مهمين، سنجل ايمج او كاروزيل. سنجل ايمج اللي انت شايفها ديت انك بتختار صورة واحدة او فيديو، بتيجي هنا اد ميديا اد ايمج، وبتيجي على حاجة اسمها الابلود بالشكل اللي انت شايفه ده، وتختار ايه صورة. تمام. وليكن هنختار الصورة دي كنت محملها قبل كده، وبعد كده تقول له ايه ده. الصورة بتاعتك بتظهر بالشكل ده هنا. البرايمري تكست اللي هو الكلام اللي فوق الصورة، المحتوى اللي هنتكلم عنه في فيديو تفصيلي، ازاي تعرف تعمل محتوى ناجح يجذب الناس ليه، ايه اهم استراتيجيات تشتغل عليها في المحتوى عشان تبقى قادر انك انت تحقق نجاح كويس. الهيدلاين اللي هو الكلام اللي هو جنب الرسالة ده بالظبط، هتشوف دلوقتي اهو هيظهر قدامك هنا. بتكتب مثلا الحق الخصم، الحق العرض، الكلام ده. والبرايمري تكست اللي هو الكلام زي ما بقولك اللي فوق الصورة، اللي تعمل محتوى فوق الصورة. تمام. دوت السنجل ايمج. بعد كده خلاص هي سند مسج زي ما معمولة كده، تختار كليك تو اكشن سند ايه مسج. طب انا عايز اعمل حاجة اسمها كاروزيل. كاروزيل دي الصور جنب بعض، يعني عندك عقارات مثلا وعايز تبين الفيلا مداخلها مخارجها بتاع، فبتيجي هنا سيلكت ايمج، بتبقى بالشكل ده. بتختار مثلا سيلكت ايمج وتعمل ابلود من هنا. واخد بالك انا عندي صورة هنا اصلا عامل لها ابلود قبل كده، فبتختارها بالشكل ده وتعمل كونتينيو. تمام. بتعمل برضو الهيد لاين بتاعها زي ما احنا عارفين الهيد لاين، وبتظهر معاك بالشكل اللي انت شايفه ده. عايز برضو انك انت تضيف كمان صورة اهي، الصورة التانية بتضيفها من هنا وتختار سيلكت ايمج بالشكل ده كونتينيو اهي. هتظهر لك الصورة الجنب، وبرضو تقدر تضيف اكتر من صورة عادي. والهيدلاين اللي هو العنوان اللي بيبقى جنب الماسنجر وتكتبه. بعد كده البرايمري تكست اللي هو الكلام اللي فوق الصورة، يعني الكلام اللي بيبقى فوق الصور اللي هو فوق هنا اللي هو المحتوى اللي انت هتكتبه. طبعا الكول تو اكشن اللي هو السند مسج. يبقى ديت عرفنا كريت اد ازاي تنزل صورة او فيديو او تعمل كاروزيل. بعد كده بنيجي للمرحلة التالتة الا وهي آه خلاص طبعا ممكن نقول use existing post. هنشتغل بقى. عرفنا ازاي بتقدر تختار بوست من الصفحه بتاعتك تعمل له اعلان او تعمل اعلان جديد خالص. تمام. بعد كده ممكن برضو عشان اوريك حاجه مهمه، لما تعمل كريت اد بيظهر لك حاجه مهمه هنا. ايه هي؟ بيظهر لك المسج تمبلت. يعني بص تعمل كريت ان الناس اول ما هتبعت الرساله بتاعتك بيظهر لهم ايه، هاي نقدر نساعدك ازاي. الرساله اول ما الناس تبعت لك اعلان اهو، اول ما الناس تبعت لك رساله على الصفحه بيظهر لك، انت تقدر تغيرها بتك هنا وتقدر اقدر اساعدك ازاي، اقدر مش عارف ايه، تقدر تغيرها بكل سهوله يعني. وهنا السؤال اللي هو هنا كان اي ليرن، تقدر تقول مثلا كام السعر
بكل سهوله كده وتحط هنا 20 مثلا. مجرد ما حد هيتك على كام السعر هيظهر له على طول الاجابه ال20. تقدر تكتب سؤال تاني هنا، سؤال تاني والاجابه، سؤال تالت والاجابه، وبعد كده بتتك على سيف اند ايه فينيش. حلو. ديت مسنج تمبلت تقدر تعملها من خلال كريت. بعد كده تقدر تتك بقى على ايه، ببلش. كده الاعلان بتاعك اتعمل. يبقى ديت ايه، ازاي تعرف تعمل اعلان بشكل احترافي. اعلان بشكل ايه، احترافي. الاعلان طبعا محتاج دنيا وحكايه وروايه وقصه، هنبقى نتكلم عنها طبعا بشكل تفصيلي. يعني ديت جزء انا بقول كلام المبتدئ. تعال بقى نشوف ازاي تقدر تقرا ارقام الحمله الاعلانيه بتاعتك. هنجيب مثلا الاكونت بتاعنا التاني اللي هو بتاع البيزنس، لان في شغل احنا عاملينه، فعايز اعمل لك الارقام على ارقام حمله اعلانيه احنا عملناها. حلو. تعالى مثلا نخش على مثلا كورس تصميم الجرافيك ده مثلا، دي حمله اعلانيه احنا عاملينها. انت الحمله الاعلانيه بتاعتك بتظهر بالشكل ده، الحملات الاعلانيه اللي انت عملتها بتظهر بالشكل ده زي ما احنا عملنا. بعد كده بتخش على مثلا زي ما قلنا انا مثلا الحمله الاعلانيه بتاعتي اللي هي الكورس تصميم الجرافيك، ديت المجموعه الاعلانيه. بعد كده بتخش هنا ديت تظهر لك هنا ارقام الحمله الاعلانيه بتاعتك. انت في اليوم دفعت كام، 400 مثلا، جالك كام نتيجه، جالك نتائج. يعني انت مثلا حدد هدف الرسائل فجالك 166 رساله، وصل ل23 ألف شخص، ظهر قدام ظهر قدامهم مرتين. يعني هو وصل 23 ألف وظهر 40 ألف، الامبريشن يعني الظهور 40 ألف. تكلفة الرسالة 5 جنيه. هنا بقى المهمة تقدر تقرا الأرقام. هنا بيقولك الكواليتي رانكينج، يعني الصورة بتاعتك دي اللي انت حاططها في الإعلان كويسة ولا وحشة. لو افريج وابوف افريج يبقى الإعلان بتاعتك ده الصورة والمحتوى والتصميم 10/10، 100%. طب بلو افريج لا، يبقى انت لازم تراجع التصميم بتاعك، يبقى التصميم بتاعك ده فيه حاجة مش كويسة او حاجة مش قد كده فانت تغير. الانجيجمنت دي معناها التفاعل على البوست، يعني البوست بتاعك ده فيه كومنتات، فيه لايك، فيه شير، فيه يبقى انت هنا بتبص لايه. لو بلو افريج زي ما مكتوب يبقى البوست بتاعك معلهوش تفاعل، معلهوش كومنتات. طبعا النقطة دي انا ما بهتمش بيها ليه، لان ممكن اعمل تفاعل واجيب ناس كومنتات ما اكتبش السعر على البوست، احنا هنا كاتبين السعر فالتفاعل مش كتير. هو هنا بيقارن لك الاعلان بتاعك بالاعلانات المشابهه ليك. يعني مثلا في تصميم الجرافيك هنا كورس بيقارني بالناس اللي بتعمل نفس اعلان وبتعمل نفس المجال، فانا في التصميم جودتي اعلى منهم، يعني في المنافسه انا الاعلى، في الانجيجمنت في اللايك والكومنتات وكده هم اعلى، فانا عامل بلو ريفرج. طب دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ اقول لك دي ما بتاثرش ليه، لان ممكن يكون هم مش كاتبين السعر فعندهم التفاعل كبير، فده بيؤدي لايه، ان عندهم فبيقبلوا افريج، فديت ما بتاثرش. فدي بتبين ايه، دي بتقول لك انك انت البوست بتاعك معلوش تفاعل، انك انت مثلا كاتب السعر او المحتوى بتاعك ما بيشدش الناس. الكونفرزيشن يعني ايه، التحويل. يعني مثلا عامل حمله هدف الرسائل، انا بيجي لي رسائل كتير وفقا للمنافسين بيجوا لهم نفس عدد الرسائل ولا لا، انا ابوف افريج. يعني انا بيجي لي رسائل اكتر بكتير وانا محقق نجاح عمليتي واصله فعلا الناس المهتمه والناس اللي انا مستهدفهم، وبيجي لي كمان رسائل كتير وبيحقق من نجاحات. يبقى انا هنا في الابوف افريج، يبقى انا كده في الامان. الاعلان بتاع ده استثمر فيه، انا فعلا عامل حمله اعلانيه هدفها الرسائل وفقا للمنافسين انا اعلى، ده انا ابوف، ده انا فوق الممتاز كمان. الافريج يعني جيد جدا، الابوف يعني ممتاز. فانا الاعلان بتاعي فعلا واصل للناس المستهدفه، المحتوى بتاعي كويس قوي، العرض بتاعي قوي، المنتج بتاعي اللي انا مقدمه حاجه كويسه، فعشان كده بيجي لي رسائل. فانت هنا في الكواليتي لو قال لك بلو افريج يبقى انت هنا الصوره بتاعتك في كواليتي مش كويسه. الانجيجمنت يبقى هنا بيتكلم على التفاعل، يبقى انت لازم تشوف ايه اللي بيخلي قله التفاعل، هل البوست بتاعي مش بيشد، هل الكلام، هل الفيديو مثلا ممل فما فيش تفاعل ولا في شير. الكونفرزيشن ودي الاهم، ان الناس بتبعت لك رسائل، الهدف بتاعك هدف ان هم يخشوا الموقع بتاعي، فمعنى ابوف افريج يبقى فعلا الهدف بتاعك محقق
حاجه نجاح كويس الناس بتخش، يبقى انت كده العرض بتاعك كويس، المحتوى بتاعك كويس، البتاع. طب لو بلو افريج يبقى لازم تشوف المنافسين بتوعك، ليه الناس ما بتبعتلكش رسائل؟ هل انت ما وصلتش لفئتك المستهدفه بشكل كويس؟ هل الناس وصلت للفئه المستهدفه بس السعر بتاعها غالي؟ هل فبتقدر تحددها هنا بقى. يبقى بتيجي وبتقرا اهم 3 ارقام دول تقدر تقراهم، والامبريشن طبعا بتقدر برضو انك انت حاجه مهمه جدا، تيجي هنا وبتقول performance and clicks، بتتك عليه عشان تشوف الفريكوانسي. لو الفريكوانسي يا جماعه هنا اعلى من 3 او 4 او اعلى من 5، لازم تشوف اعلان وتعمل كاستم اودينس لوك لايك اللي هنتكلم عنها، انك تستبعد الناس اللي بتشوف الاعلان. الاعلان بتاعك عمال يكرر قدام نفس الناس، ما بيظهرش غير قدام نفس الناس، فده طبعا بيأثر على الاعلان بتاعك بشكل سيء وبيضيع منك فلوس كتير. لكن طول ما هو في الاتنين وفي التلاتة انت في الامان كويس. لكن لما يوصل ل5 و6 تخش هنا تعمل كاستم اودينس وتستبعد الناس اللي شافت الاعلان بتاعك او اللي بعتت لك رسائل او اللي شافت الفيديو. ودي طبعا هنعمل لها فيديو، لو حابين تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات على الفيديو وانا هعمل لكم الاعلان. ده بكل بساطة يا جماعة ازاي من خلال السبورة عرفنا ازاي بتعرف تعمل اعلانات ممولة. قبل ما تعمل اعلان ايه اللي المفروض تعمله؟ تدرس الجمهور وتربطه بالخدمة، ازاي تعمل اعلانات ممولة بشكل عملي، ازاي تقدر انك انت تضيف الفيزا بتاعتك، ازاي تقدر انك انت تربط وتحلل ارقام الحملة الاعلانية بتاعتك. وفي حاجات طبعا كتير متقدمة هنتكلم عنها تحت امركم. طبعا لو عايز زي ما بقول لكم توصل للحملات الاعلانية اللي انت عملتها، تيجي هنا على الادس مانجر بالشكل ده، هتشوف الحملات الاعلانية اللي انت عملتها. الفيسبوك واعلانات المقاولة عالم كبير جدا وشغل كبير جدا، مش من فيديو. عشان اكون صريح معاك هقدر احققلك او خليك محترف ده كورس وحاجات كمان، بس انا بحاول بكل ما اقدر من خلال الفيديو ده ان انا اكون ساعدتك ازاي تعرف تعمل اعلان في البداية، ازاي تقدر تختار الجمهور بتاعك، ازاي تقدر تحدد فئتك المستهدفة، كل الكلام ده. ديت المرحلة الثالثة العملية. اتمنى لكم يا رب التوفيق، وشكرا جزيلا جدا لكم.